7 حاجات ازاي تأدب بيها اللي بيتكلم في ظهرك وبيشوه صورتك من غير ما تنزل لمستواه. يبقى لازم تمشي على مبدأ التربية مش بالصوت العالي، التربية بالتصرفات اللي بتوجع من غير ما تتكلم. في ناس لما بتتكلم في ظهرك بيبقوا مستنين يشوفوك بتنهار أو ترد بنفس مستواهم، بس انت أكبر من كده. أول حاجة، ما تتعصبش ولا ترد بغضب، سيبهم يتكلموا وانت خليك ثابت وهادي. الهدوء بيخلي اللي قدامك يحس انه ولا حاجة. تاني حاجة، التجاهل. اوقات بيكون اكبر ألم تضرب بيه اللي بيفتري عليك وملقاش رد، بيغلي في نفسه، بس لو تعدى حدوده واجهه بأدب وخد حقك باحترام. تالت حاجة، ابتسم. ابتسامتك الهادية دي كفيلة تخلي اللي بيكرهك يحتار هو مش متضايق ليه. رابع حاجة، خليك راقي وخلي الناس تقول مع انهم اتكلموا عليه بس عمره ما رد بكلمة. خامس حاجة، كرامتك خط احمر، ما تجاملش على حساب نفسك. 6، ما تبررش ولا تدافع عن نفسك، اللي حطك في دماغه مش مستني يسمعك، هو بس بيغلطك، فخليك في حالك. 7 حاجة واخر حاجة واهم حاجة، ركز في نفسك واكبر. اكبر واعلى، لانك كل ما تعلى كل اللي تحت بيصغر وبيبقى جنبك ولا حاجة. الرقي مش ضعف، والسكوت مش خوف، والكرامة مش موضوع قابل للنقاش. سيبهم يتكلموا وانت خليك مثال مش رد فعل. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تعمل متابعة. سلام.